انا عايز لما اضغط على البوتون يحذف لي الكتابة اللي في التكست زي كده اهو، او ممكن ما احذفش كل الكتابة، ممكن احذف عدد سطور معينة. احنا عرفنا قبل كده ازاي بنعمل التكست وازاي بنعمل البوتون. ناخد بالنا ان الدوت باك دي لازم تبقى في سطر لوحدها، ما احطهاش في نفس السطر بتاع البوتون او الانتري او التكست. ده في حالة ان انا بستخدم الفانكشن بتاعة الديليت دي. تعالوا نعمل رن. ده شكل البوتون وشكل التكست. هنعمل فانكشن هي اللي هتحذف لي التكست. بعمل فانكشن ازاي؟ بكتب ديف واي اسم للفانكشن، انا هسميها كلير وقوسين فاضيين. بعدين هقول ماي تكست اللي هو اسم التكست اللي انا عاملها دوت ديليت، وبعدين بفتح قوسين وبكتب 1.0 واند. 1.0 دي الواحد ده الصف الاول والزيرو الحرف الاول، يعني اول رقم ده للصف وتاني رقم للحرف. بس الصفوف بتبدأ من 1، يعني بتبقى 1 2 3، اما الحروف بتبدأ من 0 1 2. وبعدين هنا واند اللي هو اخر حرف في التكست. عشان اخلي البوتون ينفذ الفانكشن دي هروح للبوتون واكتب كوماند يساوي كلير. كلير ده اسم الفانكشن. تعالوا نعمل رن ونجرب ونضغط على كلير، هنلاقيه بيحذف التكست. طيب انا عايزه يحذف من اول حرف في السطر الثالث لاخر التكست. بكتب 3.0. 3 ده الصف الثالث وزيرو اللي هو اول حرف في السطر الثالث، واند يعني الى اخر التكست. نعمل رن ونجرب. المفروض من اول السطر الثالث لغايه الاخر اهو، دول هما اللي هيتحذفوا. نضغط على كلير، فعلا حذفهم. طيب عايزين من السطر الثالث من تاني حرف مثلا للاخر، فهكتب 3 اللي هو السطر الثالث وهكتب جنبه 1 اللي هو تاني حرف واند. يعني المفروض دول اللي هيتحذفوا من السطر الثالث الحرف الثاني الى الاخر. تعالوا نعمل كلير. فعلا حذفهم.